السلام عليكم، أنا أحمد هاشم. في الفيديو ده هتكلم على مسألة على ليد كود، مسألة concurrency، مسألة ممكن تلاقيها في الانترفيوز وممكن تبقى مفيدة ليك في شغلك. فخلينا نبدأ. المسألة اسمها building H2O. الفكرة كلها إن هو بيقول إن هيبقى فيه two threads، في thread اسمه أكسجين وفي thread اسمه هيدروجين. Your goal is to group these threads to form water molecules. طيب الفكرة ان هو في ميثود اسمها هيدروجين وفي ميثود اسمها اكسجين. كل ميثود بتاخد رانبل. الرانبل ده لما تعمل رن يعمل اوتبوت للاتوم او الحاجة اللي هي المفروض تعملها. هنا مثلا في الحالة دي تبقى هيدروجين تبقى اتش، وفي حالة الاكسجين هتبقى او. هو بيقول ان الميثودز دول which allow them to pass the barrier. So there is a barrier where each thread has to wait until a complete molecule can be formed. Hydrogen and oxygen threads will be given release hydrogen release oxygen methods respectively which will allow them to pass the barrier. يعني هنا الجزء اللي هو هيعمل فيه output، وفي نفس الوقت انت محتاج تغير اللوجيك هنا بحيث ان هو يقدر يعمل اللوجيك المطلوب. ايه بقى اللوجيك المطلوب؟ These threads should pass the barrier in groups of 3. يعني عايز على طول يبقى فيه الجروب الواحدة فيها ثلاثة من ال H وال O. عايزهم ازاي؟ And they must immediately bond with each other to form a water molecule. يعني لازم يبقى فيه الثلاثة دول يبقوا بنفس الترتيب. You must guarantee that all threads from one molecule bond before any other threads from the next molecule do. يعني لو انت عندك 1 هيدروجين وعندك 1 اكسجين لازم تخلص الموليكيول اللي انت شغال عليه الاول وتستنى الهيدروجين الثانيه علشان تكمل الموليكيول بتاع ال H2O وبعد كده تبدا في الموليكيول اللي بعده. بيقول بشكل تاني in other words if an oxygen thread arrives at the barrier when no hydrogen threads are present it must wait for 2 hydrogen threads. يعني حتى لو الاكسجين هو اللي بدأ الاول لازم تستنى ال 2 hydrogens. وفي نفس الكلام if a hydrogen thread arrives at the barrier where no other threads are present it must wait for an oxygen thread and another hydrogen thread. We don't have to worry about matching the threads up explicitly. The threads do not necessarily know which other threads they are paired up with. يعني هما ما عندهمش معلومات عن بعض. The key is that the threads pass the barriers in complete sets. Thus if we examine the sequence of threads that bind and divide them into groups of 3 each group should contain 1 oxygen and 2 hydrogen threads. يعني بصرف النظر عن الترتيب وهم بادئين ازاي انا في الاخر عايز لما الثريدز ترن يبقى عندي الجروب الواحده فيها 1 اكسجين و2 هيدروجين. اعمل بقى السينكرونايزيشن المطلوب علشان المشكله دي تتحل. ومديك اكزامبل هنا ادي مثلا الانبوت. هنفترض ان في ثريد بتاع الهيدروجين فاير فهيرن الميثود دي، وثريد تاني برضو للاكسجين هيرن الميثود دي، وبعد كده ثريد تالت الهيدروجين هيرن الميثود دي. فالاوتبوت الاكسبكتد هو HO، او بيقول هنا الشرح اكتر ان HOH برضو حل او OHH are also valid answers، لان هو همه انه يطلع على طول في جروب اوف 2 هيدروجين and 1 oxygen وبعد كده تبدأ الجروب اللي بعده. الاكزامبل التاني برضو عنده 2 O وبعد كده 4 H، فالمفروض الاوتبوت يكون واحد من دول، ان هو يبقى عنده 2 H وبعد كده O وبعد كده 2 H وبعد كده O، او زي ما انتم شايفين HOH HHO. الترتيب عنده مش أزمة، المهم إنه ما يبدأش في الجروب اللي بعده غير لما يخلص الجروب اللي هو فيه. الكونسترينتس بتقول ان 3 في n هي الووتر لينس، يعني على طول هيبقى فيه valid input ومش هيبقى فيه اتوم زيادة، والn هيبقى على الاقل 1 او 20، وكل element في الووتر هيبقى h او o. الاليمنت ده اللي هو عدد المرات اللي الثريد هيرن، فالثريد لما يجي يرن هيديني h او هيديني o، و there will be exactly عشان يضمن ان في 2 nh بيبقى الموضوع مش هيبقى فيه حاجة زيادة او حاجة ناقص، و there will be exactly n o. يبقى انا كده ما عنديش مشكلة ان انا اتشيك على الفاليديتي بتاعت الام. طيب الحل بتاع المسألة دي ممكن نعمله بكل بساطة في السيمافور. طيب انا ممكن اعمل كده private semaphore oxygen semaphore equal new semaphore، وانا هديله في الاول 0، يعني هو فعليا مفيش حد يقدر يعدي. وبعد كده سيمافور تاني هيدروجين سيمافور equal new semaphore، وانا هديله initial value ب2، وهوريكم دلوقتي ليه. الهيدروجين اول حاجة هيعملها ان هو هياخد اوجين سيمافور. الهيدروجين ميثود اول حاجة تعملها ان هي تاكواير لوك على السيمافور دي. ذرة هيدروجين لازم تاخد الاول الاكواير بتاع السيمافور بتاع الهيدروجين، وبعد كده تعمل رن
الران ده اللي هو بيعمل print ال H. تمام. وبعد كده تريليس الأكسجين سيمافور ريليس. طيب في حالة إن في 2 threads من الهيدروجين رنوا، أول واحد هيعمل acquire هيقلل الرقم 2 يخليه 1، وبعد كده هيطبع H، وبعد كده هيعمل ريليس للأكسجين سيمافور. في الحالة التانية لو في thread تاني هيعمل برضو acquire، هيخلي السيمافور فاليو اللي هي بقت ب1 يخليها 0، ويعمل run يعمل output ل H، وبعد كده يستنى يعمل ريليس للأكسجين سيمافور. تالت thread هيدروجين هيجي يعمل acquire هيلاقي الفاليو ب0، فبالتالي مش هيقدر يدخل ومش هيقدر يعمل print لغاية لما حد يعمل ريليس على الهيدروجين سيمافور. فبالتالي الأكسجين ميثود هتحتاج تعمل العكس، هي هتحاول تعمل أكسجين سيمافور دوت acquire. فهي كده مشكلتها في ايه؟ ان الاكسجين سيمافور بيتعمل له ريليس مع كل ذره هيدروجين، فالحل هنا ان انا اعمل acquire ب2. يبقى انا محتاج ابقى في عندي 2 values في السيمافور اقدر اعمل لهم acquire، وبعد كده اعمل run release oxygen dot run اللي هي بتعمل output ل O، وبعد كده اعمل hydrogen for dot release. بس علشان انا عندي اكتر من ذره او عندي 2 بالظبط للهيدروجين في كل حاله بتكون فيها موليكيول، انا محتاج اعمل ريليس ل2. فبالتالي لو جيت اعمل ووك ثرو كده، لو مثلا الثريد بتاع الاكسجين هو اللي بدأ الاول، هيجي يعمل اكواير ل2، هو اصلا الفاليو انيشالي ب0، فهيفضل مستني، على الاقل ان في هيدروجين جه عمل اكواير طبعا وسكسسفول وخلى الفاليو 1 وعمل اوتبوت اتش، وبعد كده عمل ريليس مره واحده على السيمافور بتاع الاكسجين، وبعد كده الاكواير ده لسه مستني لان لسه الفاليو مش ب2، هنا الفاليو بقت ب1، هنا الفاليو بقت ب1، فهستنى الهيدروجين ثريد انه يعمل رن، وبعد كده هيعمل اول حاجه الاكواير، والاكواير هتعمل رن، وبعد كده هيعمل اكسجين سيمافور ريليس. فبالتالي الفاليو دي هتبقى 0، الفاليو دي هتبقى 2، وبالتالي الاكواير دي هتريتيرن وهيبدا يعمل ريليس للاكسجين، وهيبدا بعد كده بعد ما يخلص يقول المولكيول اللي بعدي يقدر يكمل علشان انا عملت هيدروجين سيمافور دوت ريليس. خلينا رن كده. تمام، خليني اعمل سبميت بس. واتمنى الموضوع يكون سهل وبسيط وواضح. لو في حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي او يكتب في الكومنتس. شكرا.